السلام عليكم، أنا مصطفى خاطر ودي قناة حاكي تاريخ. النهاردة هنتكلم عن الفراعنة ونهب الآثار. عملية سرقة الآثار دي حاجة مش جديدة وموجودة من أيام المصريين القدماء نفسهم، لأن أول حد سرق الآثار هم عمال المقابر الملكية اللي عينهم كهنة ما عندهمش ضمير أو موظفين مرتشيين. والدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق بيقول إن معظم المقابر اتسرقت بمجرد ما اتقفلت. كمان اللصوص قدروا إنهم يعملوا فتحة تدخلهم لمقبرة توت عنخ آمون، بس اتقبض عليهم وقتها والمقبرة اتقفلت مرة تانية لحد ما تم اكتشافها سنة 1922. وفي محاكمة من المحاكمات القاضي بيسأل الحرامي: انت ليه سرقت من مقبرة الفرعون؟ فرد على القاضي وقال له: الكل بيقول ان فرعون اله، فليه ما منعنيش من السرقة من مقبرته؟ وعملية سرقة الآثار وصلت لأشد حاجة في أواخر الأسرة العشرة، ومن ضمنهم عملية السرقة اللي تمت في عهد رمسيس التاسع، واللي كانت بتتكلم عن 2 موظفين كبار وهم باسر وباور حكام طيبة. القصة مكتوبة على بردية أمهرست وبردية أبوت، وبتقول إن باسر راجل أمين وبيحكم البر الشرقي لطيبة واللي هي الأقصر حاليا، وباور ده راجل مرتشي وما عندهوش ضمير وكان بيحكم البر الغربي. باور كان مطلوب منه إن يحمي مقابر الملوك والملكات ومقابر النبلاء والموظفين، لكن هو ورئيس الشركة عملوا مؤامرة علشان يسرقوا كنوز المقابر دي، فدفعوا رشوة للكل علشان يكتموا على الموضوع ومحدش يتكلم. لكن باسر عرف الموضوع وعمل تقرير قدمه للسلطات، وطبعا السلطات جهزت لجنة علشان يتأكدوا إن المقابر دي اتسرقت بالفعل، لكن باور دفع رشوة للجنة برضه، وقال للوزير إن المقابر زي ما هي ومفيش حاجة اتسرقت منها. طبعا باور فكر إن كده خلاص فلت منهم وعمل احتفال هو واللي سرقوا معاه، لكن باسر عرف الموضوع وبلغ الوزير إن اللجنة مدفوع لها رشوة علشان تكذب، وبالفعل الوزير جهز لجنة تانية ما قدرش باور يرشيها، وراحوا بعدها وادي الملوك ومقابر تانية فتحوها، لقوا إن معظم المقابر اتسرقت بالفعل، يعني في الآخر طلع حاميها حراميها. يا ترى مين اللي سرق من الآثار بعد المصريين القدماء؟ بس ده بقى اللي هنعرفه في الحلقات الجاية إن شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والتعليق برأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.